اهلا بيكم. كيكه البرتقال من احلى واجمل الكيكات اللي ممكن تجربوها في الشتاء. كيكه سهله وبسيطه تملى البيت كده بريحه مش ممكن اوصف لكم جمالها، لازم تجربوها. كيكه هشه وقطنيه. في الفيديو ده هذكر لكم جميع اسرار نجاح الكيك، ازاي تطلعوا كيكه هشه، كمان لونها فاتح، شكلها حلو قوي، وكمان طعمها يجنن، وكمان مظبوطه جدا. اللهم بارك، شايفين شكلها تحفه. لو انتوا اول مره تشوفوني فانا نهى، متنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نسمي بسم الله ونبدا في تحضير الكيك. اول حاجه معايا 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، نكون مطلعينهم قبل بساعتين من التلاجة. هنحطهم كده في طبق. كمان معايا كوبايه ونص من السكر الابيض، يكون حبيباته ناعمه علشان يكون سهل معاكم في الخفق. ومعايا كمان معلقه كبيره من الفانيليا السائله او الفانيليا الباودر على حسب المتوافر. ممكن نستعمل 2 باكت صغير من الفانيليا اللي هي بالسكر، دي بتكون حلوه جدا. هخفقهم لمده 3 دقايق ل 4 دقايق بالمضرب الكهربائي. ولو انتوا هتستعملوا الخلاط امشوا برضو بنفس ترتيب الخطوات، هتطلع معاكم الكيكه رهيبه ما شاء الله. البيض وكمان السكر عملوا قوام فلافي كده حلو قوي. معايا بقى كوبايه الا ربع من الزيت النباتي، هنزل بيها تدريجي مش مره واحده، سير رفيع كده لحد ما كميه الزيت كلها تخلص معايا. وبعد كده بنخفق لمده دقيقه وبنكون كده خلاص الخليط جاهز معانا. يفضل ان احنا نستعمل نوع كويس من الزيت يكون لونه شفاف وملوش اي ريحه عشان يطلع معاكم نتيجه كيك ممتازه. كمان معايا كوبايه من عصير البرتقال الفريش، ولو عندكم تانك برضو ممكن تستعملوه، مفيش مشكله حسب المتوافر. بس الكوبايه اللي انتوا عايروا بيها جميع المقادير. معاك معلقه كبيره من بشر البرتقال، اخدت الجزء اللي لونه اورنج بس، مش باخد الجزء الابيض ابدا لان بيمرر معايا في الكيك. بعد اضافه كوبايه عصير البرتقال بخفق لمده دقيقه. لازم اتاكد ان السكر داب تماما عشان الكيكه ما يبقاش وشها فيه حبيبات من السكر. دلوقتي معايا المواد الجافه، معايا كوبايتين ونص من الدقيق، ومعايا باكت من الكيك شيف او البيكنج باودر. وممكن كمان لو عندكم علب البيكنج باودر استعملوا معلقه ونص كبيره، بنخلهم كويس جدا علشان نخل الدقيق بيساعد ان الكيكه تطلع هشه معاكم. ممكن تنخلوها مره واتنين وتلاته لحد ما الدقيق يكون فلافي جدا معاكم. كمان حطيت ذره ملح بسيطه جدا وقلبتهم مع بعض كويس، وبدات ان انا اضيف الدقيق بالتدريج مش مره واحده، بضيفه على حوالي 3 أو 4 مرات. بخفق في اتجاه واحد، ما بخفقش في اتجاهين، لان لو بخفق في اتجاهين الكيكه بتهبط معاكم. واول ما كميه الدقيق اللي معاكم تخلص على طول بتبطلوا ضرب، لان كتر الضرب بيهبط معانا الكيك. هنخفق كده لحد ما كميه الدقيق كلها تختفي بالشكل الحلو ده. قوام الكيك ما بيكونش تقيل قوي ولا بيكون خفيف قوي، القوام بيكون متوسط. لو حسيتوا ان قوام الكيك اتقل من كده بنضيف معلقتين من اللبن ونقلب كويس. بنجيب سباتيولا ونبدا نقلب عشان نتاكد ان مفيش اي دقيق مترسب في القاع. شايفين ما شاء الله قوام الكيك فاتح وحلو جدا. علشان نفتح كمان لون الكيك بنضيف معلقه كبيره من الخل الابيض، وكمان حوالي ربع معلقه من البيكربونات الصوديوم، بس لو مش متوفره ممكن نستغنى عنها مفيش مشكله. بس بيكربونات الصوديوم والخل بيدوا هشاشه مش طبيعيه للكيك. بنخفق كده في اتجاه واحد لحد ما نتاكد ان الخل داب تماما واختفى معانا في الكيك. بعد كده بنوقف خفقه على طول. خلاص ما شاء الله ما شاء الله لون الكيك فتح، شايفين القوام ممتاز. لو انتوا طبعا عاوزين تعملوا كيكه عاديه مش كيكه برتقال، بتستبدلوا كوبايه عصير البرتقال بكوبايه اللبن ونفس المقادير بتاعه الكيكه. هنجهز الصينيه اللي هنخبز فيها الكيك. دي صينيه مقاس 26. ببدا ان انا ادهنها بزبده، سمنه، زيت، حسب الماده الدهنيه اللي انتوا بتفضلوها فتدهنوا بيها الصينيه. انا النهارده دهنتها بحته سمنه بلدي، كانت الريحه فوق الممتازه. وضفت كمان معلقتين كبار من الدقيق علشان ابطن بيها الصينيه، واتاكد كمان ان الكيكه ما تلزقش معايا لما اجي اطلعها من الصينيه. ممكن تحط ورقه زبده مفيش مشكله. الدقيق الزياده برجعه تاني العلبه. وطبعا بنفض الصينيه كويس جدا من الدقيق، وبضيف خليط الكيك. في الوقت ده الفرن بيكون شغال قبل ب5 دقايق ما الكيكه تدخل على درجه حراره 180. ما بنشغلش الفرن وقت طويل قبل ما الكيكه تدخل، لان لو طولنا الوقت بتاع مده التسخين بالكيكه بتتسلق وبتستوي من الاطراف وقلبها ما بيكونش استوى. بنخبطها خبطتين عشان نطلع الهواء الزياده اللي في الكيك، وعلى طول بدخلها
على الفرن السخن على درجة حرارة 180. الرف الاوسط، الفرن شغال من تحت بس، مش بنشغل الشواية ابدا على الكيكة. تاخد حوالي 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة ببدأ ان انا افتح الفرن عليها واختبرها من نص الكيكة بعود خشبي او سكينة. لو طلعوا نضاف معايا الكيكة بطلعها من الفرن، لو ما طلعوش نضاف معايا بقلل درجة حرارة الفرن ل 160 وبسيبها كمان 10 دقايق. وبعد كده باجي اختبرها، لو لقيت الستيك نضيف بطلع صينية الكيك، لو لسه كمان بسيبها 5 دقايق وبعدين بطلعها. هتطلع باللون الرهيب ده بدون ما افتح عليها الشواية تماما. شايفين؟ اللهم بارك، الكيكة هشة طرية مرتفعة تحفة. لو انتوا حابين سمك الكيك يكون اقل من كده فحطوها في صينية مقاس 28 وهتطلع ممتازة جدا. كمان ممكن تستعملوا الصينية الدائرية المفرغة من الوسط، بتطلع شكل الكيكة تحفة جدا. وشايفين قاعدة الكيك خطيرة. اتمنى تجربوا وصفة النهاردة وتبعتولي تطبيقات على صفحتي على الفيسبوك باسم نونو وماما. مع السلامة، اشوفكم قريب في فيديو جديد.